3 حاجات بص عليها في الاوميجا 3 قبل ما تشتريها. شوف الفيديو ده للاخر عشان ما تضيعش فلوسك على انواع مش هتفيدك. 1. تركيز ال EPA وال DHA. مش زيت السمك اللي موجود على العبوة من قدام، لا، شوف تركيز الاحماض الدهنيه اللي موجوده ورا. لازم يكون مجموع الاثنين على بعض في الجرعه اليوميه 500 على الاقل، لو اقل من كده مش هتكون فعاله بالشكل الكافي. 2. كلمة molecular distilled أو purified، لأن دي اللي بتعرفك إن زيت السمك ده نقي ما فيهوش أي معادن ضارة زي الزئبق. 3. مصدر الأوميجا. أفضل مصدر هو الأسماك البحرية زي السردين والأنشوجة والماكريل، عشان قليلة الملوثات وفي نفس الوقت غنية بالأوميجا 3. لكن المصادر النباتية زي بذور الشيا والكتان بتحتوي على ALA، وده اللي بيحتاج يتحول جوه الجسم ل DHA و APA، وده بياخد وقت ومش بيديك التركيز اللي انت محتاجه. طب لو انت نباتي او عندك حساسية من الأسماك، ممكن تاخد أوميجا 3 مصدرها زيت الطحالب، لأن فيه DHA والجسم بيمتصه بكفاءة أكبر. دلوقتي عرفت ازاي تحدد نوع الأوميجا ده كويس ولا لا؟ لايك وابعت الفيديو ده لصاحبك وقول له طلعنا بنشتري أوميجا غلط. مكملاتك خدها من حد فاهمك، واحنا في يور جرين شوب علشان عارفينك عارفين نساعدك.